الو مستر كلاتنبرج، ماي نيم از كابتن عزيز. بتشوفني؟ لا يا راجل حبيبي والله. ايه اللي مشاك؟ طب يا راجل الحكام بيغلطوا نفس الغلطات كل ماتش، الحكام ما بتردش على الواتس بتاعها، الحكام ما بتكبرش حد. لا 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 لا، اقفل بقى اما نشوف حكايه الحكام دي. سلام. عاوزين حكام من الصين، حكامنا مش فايقين. بمسي على كل راجل جدع فريقه خسر وما جابش السبب على الحكام. طب والحكام مالها بس يا كابتن؟ الحكام بيعملوا كوارث، بس حتى لو أدوا بيفضلوا الحجه اللي بيتحجج بيها الخسران، حاجه كده زي دراع البويز بتاع البلاي ستيشن. الأسئلة بدأت تهل، ومعانا سؤال من سيد سوسته بيقول لك ايه الفرق بين الحكام في مصر والحكام الأجانب؟ يا سوسته على ده سؤال، ده عاوز مجلدات مش حلقة. الفرق كبير يا ابني. مبدئيا الحكم المصري غلطاته كتيرة وكله بينتقده بعد الماتش، اما الاجنبي بنجيبه نفسحه عندنا، نديله فلوس كتيرة ونحجز له في فنادق غالية وبرضه يغلط نفس الغلطات، بس محدش يقدر يفتح بقه عليه. ده محدش بيقدر يفتح بقه عليه ولا اللعيبة نفسها فاهمينه عشان يتكلموا معاه. اللغة عمرها ما كانت عائق على اللاعب المصري. احنا بنلاقي حكام من يوغوسلافيا وسلوفاكيا، ونشوف ابن البحيرة ببار الكابتن حمدي فتحي بيدير نقاشات طويلة معاهم، مع احترامنا للجميع، بس اكيد الحكم مش فاهم بحراوي يا كابتن حمدي. سؤال لولبي من تامر فادي من نيو جيزة، ليه مش بيجيبوا حكام أجانب في كل ماتشات الدوري المصري؟ غير ان الوضع احقر بكتير من المصاريف دي كلها، بس ماله الحكم المصري؟ على الاقل عارف ان كل اللعيبه دي خريجه معهد تمثيل. عندك مثلا كابتن سيد عبد الحفيظ واخد انذارات اكتر من عدد شعر راسه، ده شويه ولجنه الحكام هيبعتوا له انذار على ايد محضر من كتر ما حافظينه. يعني انت من رايك المتواضع يا كابتن مين احسن، المصري ولا الاجنبي؟ انا رايي متواضع يا ابن سوري اتنرفزت، يبقى شيلها في المونتاج. الحكام بره بتقول القرار وما يفرقلهمش حاجه، الحكم المصري بيجري في الماتش من اجل الحفاظ على البقاء، يقول القرار من هنا ويجري واللعيبه تجري وراه، ويجري واللعيبه تجري وراه. ده مشهد متكرر في ملاعبنا يا كابتن. بره محدش يقدر يلمس الحكم، تحسه بيطلع شرار من عينيه، ده انا بخاف من بصته وانا على الكنبه في بيتنا. عندنا اللعيبه بتمسك الحكم تفهمه غلط وتقول له يعمل ايه، ده ممكن لاعب يتبرع ويحط ايده في جيب الحكم ويطلع له الكارت بالنيابه عنه. سؤال من رقم اخره 32 بيقول لك يا كابتن ايه رايك في التحكيم في الدوري الانجليزي؟ الحكام في الدوري الانجليزي لا يقل احترافيا عن حكام الدوري المصري. يا راجل ده بيعملوا غلطات عندهم الحكم ابراهيم نور الدين يستحي يعملها. ده في مره الحكم المسؤول عن الفار نسي يرسم خط التسلل، مع انه ما عندوش غير شغلانه واحده. عارف ايه هي؟ ايه هي؟ انه يرسم الخط يا غبي. ما رسمش خطوط، ما رسم ايه؟ انا اعرف، غالبا كان بيرسم ميكي وبطوط. الغريبه ان لجنه الحكام عندهم بعد كل غلط تطلع وتعتذر، وتغلط وتعتذر، وتغلط وتعتذر، زي يتوغل ويستمر كده بتاع فلت. اعلان ده يا كابتن؟ لا يا ابني ده افيه، يخرب بيتك فصلتني. لا انا محتاج اطلع اغني بقى. ما تخافيش ياما على ايه، شايله همك حاكم ليه، جمهور دايما مش راضي لو جابوا له حكام من الصين، ولا فرقه معايا الفار، معترض خد انذار، انا ظالم داخل النار، احنا لجنه كلها اشرار، ده الولايه ما تاخدوا الكاس ولا ميداليه دهب في الراس، ده اخركم داليا نحاس، انا منصب قوي حساس. ما تخافيش ياما على ايه، شايله همك حاكم ليه، جمهور دايما مش راضي لو جابوا له حكام من الصين. ودلوقتي سؤالي ليك وانت بتتفرج، بتشوف معظم الاخطاء التحكيميه سببها فشل ولا نيه مش سالكه؟ قولي في الكومنتات وهتناقش معاك بنفسي. ايوه يا كابتن، ما قلتش برضو انهي احلى، الحكم بره ولا جوه؟ والله يا ابني الحكام وحشين في كل حته وبيغلطوا غلطات تودي في داهيه، لدرجه ما تبقاش فاهم ده فشل منهم ولا مؤامره. ايه يا ابني ده بتعمل ايه؟ اشرب عصير يا كابتن. عصير ايه يخرب بيت ده، انا هطلع. اسال يا ابني وانت ساكت. سؤال من صديق البرنامج فارس بلا جواز بيقولك بصفتك مطلع، ايه رأي الحكام الأجانب في لعبتنا لما تيجي تحكم لنا ماتش؟ الحكم بتاع بره لما بيجي يحكم هنا ال90 دقيقة بتخلص ما بيلاقيش حد جري ولا فتح سبرنت في الماتش كله، ما بيعرفش ان الماتش خلص غير لما بيلاقي اللعيبة بتسلم على بعضها وماشي. يعني الحكام دول بيطلع عينهم وبيشوفوا كتير بصراحة. ده غير اللي بيشوفوه في الاستوديوهات التحليلية بالليل، اي حد لابس بدلة يقعد يعلق على قراراتهم التحكيمية ويقولك الحكم كان غير موفق. ويا سلام بقى لو ماتش اهلي او زمالك الحكم بيتشلوح عين امه على القناه. وصحيح لو ما شفتش حلقه قناه الاهلي والزمالك روح شوفها دلوقتي، ولو احنا على اليوتيوب نعمل سبسكرايب، وكل حلقه وانتوا كرويين. باي باي.